انتِ عمرِك حسيتِ إنِّك بتبذلي مجهود وبتحاولي وبرضه مش بتوصلي لأي حاجة، تفضلي تقولي لنفسِك هو أنا ليه واقفة في نفس المكان، ليه مش باوصل لنتيجة؟ المشكلة مش في خطتِك، المشكلة في مشاعرِك، إحنا كتير بنكون قلقانين، خايفين، مضغوطين، لكن مش بنحب نعترف بده، بنطنّش إحساسنا ونكمّل في نفس الطريق اللي أصلًا هو سبب القلق، والنتيجة تلاقي نفسِك بتتحركي بس مش بتوصلي لنتيجة، المشاعر اللي مش بنواجهها بتعطّلنا جدًا. تخلّينا نسوّف، نشُك في نفسنا وقدراتنا، ممكن تخلّينا نتخلّى عن حلمنا كلّه. المشكلة إننا مش بنبقى فاهمين إن ده أصلًا السبب. طب إزاي نخرج من الدايرة دي؟ الحل هو إنِّك تعترفي بمشاعرِك، أنتِ حاسة بإيه وتتحمّلي مسؤولية الإحساس ده. الموضوع مش سهل في الأول، بس أول ما تتعلّمي تتعاملي مع نفسِك صح، كل حاجة تختلف. أغلب قراراتِك وطريقة وضعِك لأهدافِك بتتأثّر بالمشاعر اللي جواكِ. مثلًا لمّا تبقي واثقة ومتحمسة بتغامري، بتخاطري، بتجري ورا هدفِك وبتكوني عايزة تكسّري الدنيا عشان توصلي له. لمّا بتكوني خايفة أو مش متأكدة من اللي أنتِ عايزاه، بتفكّري 1000 مرّة قبل أي خطوة تاخديها، ده بيضيّع عليكِ فرص كتير. في الآخر أنتِ اللي بتختاري تتعاملي مع مشاعرِك إزاي، كلّه بيعتمد على طريقة تفكيرِك وعلى وعيِك بنفسِك وإنِّك تعرفي إيه اللي بيحرّكِك وإيه اللي بيوقّفِك. ولمّا توصلي لدرجة الوعي دي هتقدري تحطّي خطة مناسبة ليكِ أنتِ، تناسب قيمِك وشغفِك وهدفِك، وعشان كده فهم مشاعرِك مش رفاهية، ده شرط أساسي لو عايزة تحققي أهدافِك وأحلامِك